يا مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من ايكونولوجي. والنهارده موضوعنا موضوع جميل جدا، فيلا بينا نخش في الموضوع. بصوا يا جماعه، اي بلد في الدنيا لو قررت ان هي تطبع فلوس زياده من غير ما يكون عندها انتاجيه او احتياطي للعمله دي يقابلها، فالعمله هتقع والاسعار هتولع. طب ليه؟ لان كميه السلع والخدمات اللي موجوده هي ولكن الفلوس اللي في السوق هي اللي عددها زاد، فالناس ساعتها هتزود الاسعار، وده اللي بيبقى اسمه تضخم، اتكلمنا عنه قبل كده. زي مثلا لو انت زودت الميه على الشاي طعمه بيخف، نفس الفكره كده بقى مع الفلوس، قيمتها هتقل زي ما حصل قبل كده مع زيمبابوي، قلتها لكم في الفيديو اللي فات. عملاتهم بقت ورق ملوش قيمه، والناس كانت بتشيل الفلوس في شوالات عشان تروح تشتري رغيف العيش، وده الطبيعي الا لو كنت بتتكلم على امريكا. وهنا بقى ندخل في موضوع الحلقه، ليه امريكا بتطبع براحتها والكل بيتاثر وهي بتفضل فوق؟ بص يا سيدي، امريكا هي البلد الوحيده اللي تقدر تطبع فلوس براحتها وتفضل فوق، ولو اي بلد تانية فكرت بس ان هي تعمل نص اللي هم بيعملوه هيتخسف بيهم الارض. ايوه، ليه بقى الكلام ده كله؟ ببساطه لان الدولار هو عمله العالم، وامريكا هي اللي ماسكه مفاتيح اللعبه. طب تعالى معايا بقى بالراحة واحدة واحدة كده عشان نفهم القصة. من بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1944 كل دول العالم اجتمعوا في اتفاق اسمه بريتن وودز، قرروا فيه ان التجارة العالمية والاسعار تبقى بالدولار. يعني حتى لو مصر بتشتري قمح من روسيا الحساب هيكون بالدولار. طب ده حصل ازاي؟ لانهم شافوا ان اقتصاد امريكا ساعتها كان الاقوى في العالم، وفي نفس الوقت معاهم اكبر احتياطي ذهب. طب هو ايه علاقة الدولار بالذهب؟ زمان كل الدولارات كانت بتتقيم قيمتها بالذهب، ومش الدولارات بس، اي عملة في العالم من قديم الازل كنا بنقيس العملات بالذهب، كل عملة وكل رقم قصاده قد ايه ما يوازيه من الذهب او الفضة. وزمان جدا كانوا اصلا الشراء والتعامل بيتم اصلا عن طريق انك تدفع فضة او ذهب عشان تشتري الشيء. يعني زمان لو كان معاك مثلا 35 دولار تقدر تشتري أونصة ذهب، وده كان بيتم بمنتهى البساطة. انت لا سوق سودا ولا تعاملات داخلية جانبية ولا انك محتاج تروح لجهات معينة في الحكومة، كل اللي انت محتاجه انك تروح البنك تديهم ال 35 دولار هيدوك أونصة الذهب بالنسبة لك، او العكس تديهم أونصة ذهب ويدوك 35 دولار، حاجة كده زي تبديل العملة اللي بنعملها في البنك دلوقتي. كل الكلام ده كان ماشي حلو جدا، واحتياطي العالم كله كان بيتحسب بالذهب. كان اي بلد في الدنيا معاها عدد معين من العملات المطبوعة بتتكيل قيمتها بالذهب الاحتياطي اللي موجود عند البنك المركزي لكل دولة من البلاد دي. لحد بقى ما جه الاستاذ نيكسون سنة 1971. جه نيكسون وقال الدولار خلاص هو الاساس، مفيش ذهب تاني. وهنا بقى دخلنا عصر جديد من البشرية بنسميه البترو دولار. أمريكا راحت واتفقت مع السعودية إن النفط يباع بالدولار بس، يعني لو اليابان أو فرنسا مثلا عايزين بترول لازم يجيبوا دولار الأول. أجمد حاجة بالنسبة لهم إنهم لو احتاجوا فلوس في أي وقت في أي زمان يقدروا يطبعوا. يعني انتوا فاكرين مثلا ايام كورونا كده لما حصل ركود عالمي، بغض النظر عن كورونا، بعد كورونا كده الدنيا كانت واقعة شوية وبعدها وقعت تاني بشكل اكتر من بعد 2021 قرب 2022 كده. ده كان حصل ليه؟ لان امريكا وقتها طبعت تريليونات من الدولارات. في اقاويل كانت بتقول ان عدد اللي امريكا طبعته وقتها هو قد 60% من احتياطي العالم كله على عبر التاريخ اللي اتطبع من العملات النقدية الورقية. والنتيجة كانت ايه؟ الاسعار عليت في كل حتة وفي كل مكان ما عدا مكان واحد بس، امريكا هي الوحيدة اللي فضلت اقتصادها كويس والتضخم عندهم قل والهيمنة الاقتصادية بتاعتهم زادت اكتر والهيمنة الدولارية عندهم زادت اكتر والفايدة العامة بتاعتهم اتحسنت. الدنيا عندهم استقرت وبقت زي الفل.
عشان كده كنت بقولك في اول الفيديو ان اي بلد في الدنيا لو طبعت فلوس بتتبهدل والدنيا عندها بتروح في داهية، ما عدا امريكا. هي الوحيدة اللي لو طبعت فلوس العالم كله بيروح في داهية، وهي تفضل زي ما هي، بل بالعكس ممكن حتى تطلع فوق وتتحسن. وكل ده ليه؟ لان اي دولة في العالم معاها احتياطي دولار او عملتها مربوطة بالدولار بتتأثر باي قرار يطلع من الفدرالي الامريكي بتغيير في الفايدة او طباعة فلوس. الدولار مستخدم في حوالي 88% من معاملات التجارة العالمية. سندات الخزانة الأمريكية هي أأمن استثمار للبنوك المركزية. أمريكا معاها أقوى جيش ومعظم الممرات التجارية مؤمنة بوجودهم. يعني حتى لو الصين أو أوروبا حاولوا يعملوا عملة منافسة هتخسر، لأن كله بقى متعود على الدولار. روح اسأل أي حد من صحابك تاخد يورو ولا استرليني ولا دينار ولا ريال ولا جنيه ولا روبل، أي عملة في الدنيا، وحط قصادهم الدولار معاهم في اللفة، هيقولك دولار. الناس اتعودت على الدولار وبقت عارفة ان هو اقوى حاجة واكتر حاجة مضمونة واحسن استثمار ممكن يعملوه، لانه دايما في الطالع. ففكرة اي عملة تانية تطلع تحاول تهيمن على الدولار دي شبه فكرة ميتة. ونروح بعيد ليه؟ البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب افريقيا، او البريكس. من غير ما اخش لك في تفاصيل كتير كده عن تاريخ البريكس وتأسس ازاي ومين اعضائه وبتاع ومين اللي اتضم ليهم حديثا، انا هقول لك قصة بسيطة بس عن البريكس. لو عايزين نعمل حلقة كاملة عن تاريخ البريكس وازاي هو نشأ وايه اللي ممكن متوقع له قدام، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. المهم ان الدول الخمسة الاساسيين بتوع البريكس اللي بيتشكل اسمهم منهم اصلا، هم حاولوا يعملوا الحوار ده كتير منهم بقوا يحاولوا يبيعوا ويشتروا بعملاتهم المحلية، زي الصين وروسيا باليوان الصيني، او الهند والامارات بالروبي الهندي. الفكرة حلوة، بس عشان تحل محل الدولار العملة لازم يبقى فيها 3 حاجات اساسية. اولا تكون مستقرة، ثانيا يكون موثوق فيها، ثالثا والاهم تكون سهلة التداول في اي دولة في العالم. ودي اصعب حاجة دلوقتي. للوهلة الأولى كده تحس الفكرة جميلة وحلوة وبسيطة، واحنا لو قعدنا مع بعض كده كشلة صحاب ممكن نقعد ونخترع أصلا عملة جديدة تهيمن الكوكب كله، ولكن هيكون في حاجة بسيطة جدا. أيا كانت العملة دي، حتى لو كريبتو كورنسي اللي هي عملة رقمية، الموضوع لسه هيكون فيه مشكلة إن احنا كلامنا غير واقعي. لان بصراحة كده بقى مفيش اي حاجة تضمن ان احنا نعرف ندخل اي عملة جديدة السوق غير ال3 الاساسيين اللي موجودين، اللي هم الدولار اولا، اليورو ثانيا، الجنيه الاسترليني ثالثا، وطبعا الدولار بفرق شاسع عنهم هما الاتنين. الحاجة الوحيدة اللي تضمن لنا ان احنا ندخل عملة جديدة تخش حتى تنافس معاهم مش تاخد مكان الدولار، هي لو حصل حرب عالمية جديدة. لان ساعتها هيتغير النظام المالي في العالم كله زي ما حصل مع بريطانيا في الحرب العالمية التانية. ما هو اصل لو انت مش عارف، هو قبل الحرب العالمية التانية التعامل كان كله بالجنيه الاسترليني، محدش كان بيتعامل اصلا بالدولار ده. بعد الحرب العالمية التانية ولما بريطانيا ضعفت وامريكا اقتصادها قوي جدا، هم بدأوا الهيمنة بتاعتهم دي وبدأ الجبروت الامريكي يخش، وبقى الدولار هو المهيمن الاساسي على الكوكب. او حاجة تانية بقى ممكن تساعدنا ان احنا ندخل عملة جديدة، هو لو امريكا نفسها حصل لها انهيار اقتصادي. وطبعا ان احنا نتكلم في نظرية ان امريكا يحصل لها انهيار اقتصادي او سياسي ضخم، ده حاجة كده تحسها طالعة من عالم الخيال برضه، لانه احتمال ضعيف جدا قريب. الخلاصة كده، طول ما العالم كله شغال بالدولار امريكا بتلعبها كويس، لان في عالم الكبار هم اللي بيحطوا القوانين. وخلي بالكم في حاجة برضو، هو لسه امريكا عندها نوع من انواع الجبروت ده برضو، وان هي ما بتحبش حد يتنلها كلمة. يعني بعد ما البريكس بدأوا فعلا يشتغلوا بعملاتهم المحلية، امريكا لعبت كارت مهم جدا وهو كارت الجمارك. والكلام ده في منه جديد وفي منه قديم. ممكن نرجع لزمان شوية، وقت 2018 كانوا ضافوا جمارك على اي حد هيتاجر باي عملة غير الدولار حوالي 25%، ولكن الموضوع دلوقتي زاد اكتر من بعد كورونا وحوالي على 2022 2023 بالذات لما مصر دخلت البريكس. بدأت البريكس توظف بلاد كتير قوي داخل القطاع بتاعها، وده خلى يبين شوية تهديد في حركة الدي دولاريزيشن، واللي خلى امريكا تبدأ تحس ان هي مهددة شوية،
لان في اخر يوليو 2025 من كام اسبوع كده ترامب جه وزود الطين بلة، فرض جمارك 50% على الهند عشان خاطر هم فضلوا معندين ان هم هيشتروا النفط من روسيا. وكمان برضو فرض جمارك مضاعفة على البرازيل حوالي 50% كرد فعل عليهم ان هم بيعملوا تطور في السياسات والتكنولوجيا بتاعتهم في التجارة الدولية بالعملة المحلية. وفيه بقى حركة اقوى من كل ده، فرض جمارك حوالي 39% على الذهب السويسري في التجارة العالمية. يعني هم سويسرا جت وقالت انا لا هتاجر بالدولار ولا باليورو ولا بالعملة المحلية بتاعتي، انا كل اللي هعمله اني هتاجر بالذهب. وهو شاف ان انت كده بترجع بالتاريخ وقت ما كان الذهب هو الاحتياطي العام والعملة الاساسية في التجارة الدولية. فقال لك بقى انا مش هوافق على الكلام ده، محدش هيتاجر باي حاجة في الدنيا الا الدولار. هتقول لي بقى دهب، عملة تانية، عملة محلية، عملة دولية، ان شاء الله حتى تيجي تتاجر لي بأزايز مية. ايا كانت نوع التجارة اللي هتعملها وايا كانت العملة اللي هتتاجر بيها لازم تكون دولار او على الاقل بتشمل الدولار. وده غير الواردات اللي بتيجي من الاتحاد الاوروبي ودول تانية زي اليابان وكوريا اللي وصلت بيهم 15 و20% حوالي جمارك، وفي دول صغيرة تانية وصلت حوالي 41%. ده كله بيوريك ان الموضوع مش بس اقتصاد، دي حرب اقتصادية وسياسية. وطول الوقت بنشوف نفس الجملة المعتادة ان اي حد بيحاول يعمل اي حاجة يطلع له ترامب ويشخط فيه ويقول له عايزين تتحدوا هيمنة الدولار يبقى ادفعوا الثمن. وبس كده، انا كده خلصت الفيديو بتاعي النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو عجبتك الفكره دي من الفيديوهات ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، ولو عندك نوع معين من الفكر اللي انت عايزني اعمل عنه فيديو او موضوع معين ما تنساش تكتب لي تحت في الكومنتات. وشكرا على مشاهدتكم ايكونولوجي، وسلام.